الفل يا شباب. النهارده اليوم ال 30 من سلسله 365 فلوج. فانا قررت ان انا يوم الجمعه، انتوا طبعا عارفين يوم الجمعه ده بيبقى يوم ما فيهوش اي حاجه خالص. فقررت ان يوم الجمعه ده هيكون ريكاب عن اللي فات، الاسبوع اللي فات، وهيكون رد على كل الاسئله اللي جات لي على الواتساب او الانستجرام او اليوتيوب. ان شاء الله فلوج كده خفيف ولذيذ، ويعني تلاقيني بجاوب على اسئله كتير قوي من اللي انت ممكن تيجي في دماغك، لان هي حاجه كومن عند كل الناس. نعمل بقى كوبايه الشاي بلبن الجميله بتاعتنا ونبدا ان شاء الله الفلوج. انا لبست السماعه دي مش لزوم ان انا يعني بشوكها او كده، فاهم؟ يعني لبست السماعه دي عشان اعرف اسمع صوتي، لان في حلقه كامله صورتها وفي الاخر لقيت ان انا مش مفيش صوت اصلا. فحاجه حلوه ان انا سامع صوتي، وعشان خاطر كمان اتحكم في التوناليتي بتاعتي، نبره الصوت. طيب في خلال احنا بقالنا كام يوم كده بنصور؟ احنا بقالنا 16 يوم بنصور. ال 16 يوم اللي هم الديلي فلوج دول، حاسس بصراحة ان كل يوم بتطور شوية في الأداء، في اللي أنا ببقى عارف إيه اللي ناقصني. في الأول ما كنتش ببقى عارف إيه اللي ناقصني، كنت ماشي كده اللي هو إيه، هلهلي يعني. فتعلمت إن يبقى في كوميتمنت، يبقى في التزام بطريقة أو بأخرى، ويبقى في كمان إن أنا إيه، يعني أنا مكمل أيا كان النتيجة إيه. في الاول ما اكذبش عليكم، اول ما بدات يوتيوب كنت دايما بركز في ارقام قوي، وابدا ابص على الارقام واقول ليه ومش ليه وبتاع. مبسوط ان انا الحمد لله مكمل. فالرساله اللي انا عايز اوصلها لك، ارمي البذره بس. يعني انا مش عارف بعد 30 يوم الموضوع هيروح لفين، يعني في يوم واحد اتنين ايه اللي هيحصل، مش عارف يوم واحد تلاتة ايه اللي هيحصل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ففي الاول وفي الاخر كل اللي عليك تعمله ان انت تركز في النهارده. ودي حاجه ما اتعلمتهاش غير من الفلوجز. الفلوجز انا بداتها بصراحه بهدف ان هي ايه يعني، مش عايز اوقف رحلتي ايا كان ايه هو. يومي وحش، يومي حلو، عندي ضغط مش عندي ضغط، انا مش هوقف الرحله. الرحله مكمله ومستمره، وانا ملزم ان انا انزلها في كل الطرق. مبسوط ان انا لقيت مجانين زيي، مبسوط ان انا لقيت اشخاص بيحبوا ان هم يشاركوا رحلتهم معايا على الواتساب وعلى الانستجرام. شكرا يا جماعه. احنا عددنا قليل مش كتير، بس شكرا جدا. انا مروان سعيد، استشاري اداره اعمال. ساعدت مصانع وساعدت شركات وساعدت ناس بتبدا في مشاريعها في الستارت ابس. عملت استشارات اداريه كتير جدا في خلال 3 سنين، واشتغلت في العمل الاداري كتير جدا. عملت لوحدي عملت حاجه و20 دراسه جدوى، واشتغلت مع تيمز في ان احنا نعمل دراسات جدوى. عندي شركة ميديا برودكشن صغيرة كده، بنعمل الريلز والحاجات بتاعت البيرسونال براندنج وهكذا، بنعملها بسكيل إلى حد ما صغير. وبصراحة حلو يعني، السكيل ده لذيذ، أنا مبسوط بيه. ومبسوط إن في ناس ساتسفايد بيه. وعندي كتاب بعمله اسمه فك الشفرة، والكتاب ده أنا عايز أكلمكم عنه شوية قبل ما أرد على أسئلة، لأن الكتاب ده هو خلاصة إن أنا كنت قعدت تقريبا سنة. السنه دي بشتغلها مع ناس، انا كنت شايف ان انا محتاج احلل ارقام. فتحليل الارقام ده كان بعرف اخد منه قرار من الاخر يعني. ولو انت صبرت على ان انا بعد احلل الموضوع، فهتلاقي في الاخر ان شاء الله النتائج بقت يعني قريبه شويه، لان كل ما لقيت حاجه تعرف تقيس بيها البرفورمانس بتاعك، كل ما كان ادائك اتحسن. اي حاجه مش بتعرف تقيسها عمرك ما هتعرف تحسنها او تقومها. فببساطه انا رحت في الشركه دي كانت كبيره جدا، عندها يعني توتال كده 4 فروع في قسم، 4 فروع في سيكتور، و16 فرع في سيكتور تاني في سيكتور. بعد كده لما رحت بقى على الفروع الكتير، فلقيت ان انا لا، في ارقام كتير جدا على مدار 5 سنين او 6 سنين. كنت محتاج ان انا اشوفها، محتاج اشوف الارقام، محتاج اشوف السلوك المؤسسي عامل ازاي عشان اعرف ابني صح. فالمهم ان انا كان كل شويه الراجل يقول لي ها ايه الدنيا وصلنا لايه، ها ايه الدنيا وصلنا لايه. فبدا ان هو يقلل شويه من الموضوع، اللي هو الارقام دي اللي انت عايزها ربح وخساره، انت ممكن يعني اطلعها لك بدوسه زرار اجيب لك الربح والخساره. ولكن انا مش عايز ربح وخساره، انا ببقى عايز اعرف اداء الفلوس، كفاءه الفلوس. عايز اعرف كفاءه الموظفين، التيرن اوفر، ليه الموظف بيبيع بمزاجه وما يبيعش بمزاجه، امتى الموظف ده باع وامتى الموظف ده ما باعش. فانت في الاول وفي الاخر لغه البيزنس مش ارقام خالص، لغه البيزنس هي طريقه استيعابك للارقام. كلنا مثلا ممكن نسمع مشكله واحده،
ولكن في فرق بين اللي سمعها وعداها وفي فرق بين اللي سمعها واستوعبها. بعد ما مشيت المهم يعني ان احنا ما كملتش الرحله بتاعتي للاخر في الموضوع ده، كان 3 شهور بس. في الشهر الثاني كان بدا يبقى فيه نتائج، كنا بدانا نحط استراتيجي في التعامل والكلام مع الناس. في الشهر الثاني على طول الحمد لله كان في نتائج 200% تقريبا في كل فرع، الحمد لله بفضل الله. يعني انا كمروان برضو مش عارف ازاي ده حصل. انا ما بقاش بحط يعني اللي هو ايه، انا عارف ان انا هوصل للرقم ده، انا بدعي ربنا يا رب نجيب 10% زياده، ولكن 200% دي بيبقى توفيق غير طبيعي يعني الحمد لله. المهم ان بعد كده حسيت ان الناس كلها مش فاهمه انا بعمل ايه، يعني مش فاهمين انت بتعمل ايه وبتضيع وقت لا ده هو ما عملش حاجه، ده احنا اللي عملنا، ده احنا اللي اشتغلنا، ده احنا. المهم ان انا حسيت ان في الاستشارات حتى اللي بيني وبين الناس، هو يا جماعه في نفس المشكله على فكره، يعني انتوا كلكم عندكم نفس المشكله، وهي ان انت بتشوف نفس الرقم بس انا بشوفه بطريقه تانية. طيب مش عشان انا كمروان جامد، هو انا عندي بيزكس بتخليني اقرا الرقم ده بحاجه تانية. يعني انت بتشوف انت كسبت ولا خسرت، انا بشوف انت كسبت ازاي وخسرت ازاي. ده ببساطه فك الشفره. فكتاب فك الشفره هو اهم 100 مصطلح متقسمين في كل مكان لرواد الاعمال والناس اللي عندها مشاريع، علشان تعرف تحسن من كفاءه مشروعها. وكل ما حسنت من كفاءه مشروعك كل ما بدات تجيب ايه، جوان افضل. المهم ان الكتاب ده انا متوقف، لان انا بصراحه انا مش عايز افشل تاني في حاجه بعملها. فالموضوع هيحتاج مني بادجيتنج، هيحتاج مني تكلفه ابقى موفرها، انا مش موفرها دلوقتي، مش هقدر ان انا اوفرها دلوقتي. الموضوع هيحتاج مني ان انا الكتاب خلصان، الديزاين خلصان، كل حاجه خلصان، واقف على بس النتوش الاخيره. فما عنديش فلوس دلوقتي ان انا اعرف اعمل الكتاب وانزله واعمل حقوق الملكيه الفكريه ف يعني متريث شويه، مش مفرمل، اللي هو عادي صابر لحد لما ان شاء الله ربنا يفرجها. ده بالنسبه لكتاب فك الشفره. الكورس ان شاء الله ان شاء الله من بكره هيبدا يتمنتج، وان شاء الله هبدا اخلصه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بدات انظم وقتي، اتعلمت كتير جدا في الايديتنج بسبب شركه الميديا برودكشن بصراحه، مش بسبب الفلوجز. انت اكيد شايف الايديتنج بتاع الفلوجز عامل ازاي. اتعلمت كتير جدا في التصوير، ولما بدات اتعلم الحاجات دي بدات افهم شغلانه الميديا برودكشن اكتر، وبدات ان انا اعرف اخرج الحاجه احسن يعني. فده بالنسبه اللي انا اتعلمته في خلال ال 15 يوم بتوع الفلوجز. وانا كل اسبوع هدي ايه ريكاب عن الموضوع. الاسبوع اللي فات كان ضغط وهم، انتوا مش متخيلين حجم الهم اللي كان عندي عامل ازاي، بس الحمد لله ربنا يعني الشمس بتغرب وبتشرق كل يوم، والحمد لله بيعدي يوم جديد وكل الهموم بتروح، وبتبدا نعمل ذكريات جديده يا رب يكون فيها خير. ويا رب كل الاعمال اللي بنعملها تبقى فيها خير، ما نبقاش من الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. آم، ردا على الاسئله، كان في واحد صديقي اسمه محمد اشرف بعت لي رساله على الواتساب، قال لي ازاي اعرف ان، اولا انا مبسوط ان الحمد لله اللي اتفرجوا على الفلوجز بتاعت العمل الحر قالوا لي كمل حتى لو 10 اجزاء. بس انا برضو لحد لما الكومنتس تزيد هبقى يعني على الفلوجز دي هبقى ان شاء الله اكمل. بس هو قال لي حاجه مهمه جدا، قال لي ازاي اعرف ان انا مميز في حاجه معينه، يعني ازاي اعرف ان انا مميز في دي، ازاي اعرف ان انا جامد في دي. دي حاجه بتعرفها بالتجربه. يعني ايه تعرفها بالتجربه؟ يعني انت بتكتب الاول حاجه، انت لو ما بتكتبش فايتك كتير يا محمد، يعني لازم تكتب وتدون كل حاجه. اكتب في ورقه 10 حاجات بتعرف تعملهم كويس قوي، 10 حاجات بتعرف تعملهم في الشغل كويس قوي. اكتب 10 مهارات بتعرف تعملهم كويس قوي، مثلا اديتنج، انت كنت بعت لي قبل كده على الاديتنج، فانت في الاديتنج شايف ان انت بتعرف تعمل اديتنج كويس، طيب محتاج اعمل ايه عشان احسن في الاديتنج؟ السكريبت رايتنج، انا مثلا جامد في السكريبت رايتنج فانا محتاج اظبط ازاي مهاره السكريبت رايتنج. اكتب كل المهارات اللي انت بتعرف تعملها. انا من 3 سنين انا فاكر، مش عارف زوجتي سامعاني ولا لا، بس انا فاكر ان انا كنت يعني مهموم جدا، وفجاه كده رحت طالع على البلكونه وقالت ان انا هرمي نفسي، رحت جايب ورقه وقلم وكتبت في ورقتين 10 مهارات بعرف اعملهم، و10 حاجات بعرف اعملهم اوريدي، يعني 10 مهارات اقدر ان انا اتعلمهم واقدر اعملهم، و10 حاجات بعرف اعملهم دلوقتي. ولما بدات ان انا اكتب لقيت ان انا بعرف اعمل، ممكن اتعلم جرافيك ديزايننج عشان جنبي واحد مستر طه، اجمد جرافيك ديزاينر اتعاملت معاه في حياتي، وهو من اهالي مدينه اسماعيليه الكرام، من الناس اللي انا بحبهم جدا وبعزهم جدا. كان بالنسبه لي انا حاطط ان مستر طه ده انا هعرف اتعلم منه جرافيك ديزايننج، والراجل يعني هيساعدني في القصه دي.
كتبت فيديو اديتنج، بدات اتعلم على كاب كات شويه وبتاع، كتبت كل المهارات اللي ممكن اعملها، والحاجات اللي انا اوريدي بعرف اعملها هي دراسات الجدوى، البيزنس بلان، البيزنس موديل. بدات ارسم ريفينيو ستريم، يعني بدات ارسم حاجه انا بعرف اعملها. فانت ممكن تكون مثلا عمار سامي في الفيديو اديتنج، انا دايما هاخده كمثال في الحته دي. عمار سامي في الفيديو اديتنج انا بشوف ان هو عنده فينجر برينت مش عند الناس كلها. بيتفرج على الفيديو، انت بتشوف الفيديو بطريقه، هو بيشوف الفيديو بطريقه تانيه خالص. بيشوف، بيبقى مركز امتى يحط الكابشن، امتى يحط الساوند افكت، امتى يحط البي رول دي، امتى يحط البي رول دي، امتى يحط الاناشيد دي، امتى يحط الحلال ميوزك دي. الراجل يعني هو عنده حته كده ان هو يقدر يخرج لك موتيفيشنال فيديو، يقدر يخرج لك انسبيريشنال فيديو مختلف عن معظم الناس. في واحد تاني مثلا اسمه عبد الرحمن الديب، ده بيعرف يخرج لك انيميتد فيديو، ويعرف يخرج لك التاكس تطلع من هنا وتروح لهنا وتروح لهنا وبتاع. حاجه جامده قوي، بيخرج حاجه بروفيشنال قوي، فاهم؟ حاجه معموله افتر افكت ودافنشي جامده قوي. فكل واحد عنده الفينجر برنت اللي هو ايه، من الاخر بيعرف يعملها. انا متاكد ان كل واحد فيهم عنده حاجه في حياته اوريدي بيعملها، بس هو عنده المهارات دي. فانت ببساطه بتشوف في دايره معارفك مين ممكن يساعدك في تحسين المهاره، وبتشوف الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، وتدمج، تحاول تعمل انتجريشن بين الاثنين. فانا لقيت ان افضل حاجه اعملها هي ان انا كمروان الحمد لله ربنا يعني يعني انا بعرف اتكلم وما بتكسفش من الكاميرا. ممكن اتكسف من البني ادمين بس ما اتكسفش من الكاميرا. فبعرف ان انا اتكلم، فخلاص انا بتكلم عن البيزنس، فانا محتاج اظبط مهاراتي في الايديتنج. ومن هنا اصلا بدا بقى موضوع الميديا برودكشن، اليوتيوب كل الحاجات دي جت بسبب الموضوع ده. ده بالنسبه للجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه، في واحد سالني على التيك توك قال لي انا معايا 3000 درهم وعايز ان انا اعمل ابيع على امازون، تنصحني بايه؟ انا مش عارف هو يتفرج عليا على اليوتيوب ولا لا، بس هو يعني سالني على اليوتيوب على التيك توك. الموضوع ببساطه مش بادجت. البيع على امازون مش بادجت. البيع على امازون هو برودكت، تعرف تنقي البرودكت اللي تعرف تبيعه للماركت. طيب واحده واحده. البرودكت ده لازم اول حاجه فيه تكون فيت تو ذا ماركت اللي انت بتبيع له. فانت بتبيع في انهي ماركت؟ بتبيع مثلا في السوق الاماراتي. طيب يبقى انا ببيع في السوق الاماراتي، ايه الحاجه اللي انت هتبيعها في السوق الاماراتي تخلي الناس تشتري منك؟ تمام. طيب مين السيجمنتيشن اللي انت بتستهدفها؟ ايه الفئه اللي انت بتستهدفها؟ الفئه دي ساكنه فين؟ الفئه دي تتصرف ازاي؟ الفئه دي بتصرف على نفسها ازاي؟ الفئه دي بتتعامل ازاي في اللايف ستايل بتاعها؟ تعمل كاركتر بروفايل، تعمل له بيرسونا. البيرسونا دي تحط لها تارجتنج، ازاي تعمل البرودكت ده ازاي هيوصل للناس دي. تمام. بعد ما بتعمل تارجتنج، ازاي تتمركز في دماغ الناس ان انت الافضل في الحاجه دي. لو عملت الموضوع ده كله، ساعتها هتشوف يا اما هتختار شانل ان انت تبيع على امازون، يا اما تختار شانل ان انت تعمل برودكت تبدا تبيعه. لان انت الموضوع مش على امازون فورمولا فبتعرف ان انت تعملها طخ طخ. هو البيع على امازون نو هاو، سنس التاجر من الاخر. فانت لو ما عندكش سنس التاجر، ولا امازون ولا علي بابا ولا اي حاجه تفيدك. لازم يبقى عندك سنس التاجر. زوجتي سالتني سؤال عشان عندها براند اسمه فيت نيت. سالتني اعرف منين انا بكسب ولا بخسر؟ والله والسؤال ده في ناس كتير يعني سالته، يعني بعيد عن زوجتي يعني خلينا نشرب مش بعيدا طبعا. السؤال التالت هو انا بكسب ولا بخسر؟ انا بكسب ولا بخسر دي انت بتحددها. انا بكسب وبخسر فلوس، ولا بكسب وبخسر زبون، ولا بكسب وبخسر سوق؟ هو انت لازم تبقى حاطط الفيجن، الرؤيه بتاعتك هي عباره عن ايه. فانت لازم تبقى انت عارف بتكسب ولا بتخسر، تحددها هل هي فلوس ولا سوق. لان انا ممكن بحرق فلوس، بعمل حاجه اسمها كاش بيرن علشان ادخل سوق، او ممكن انا بعمل كاش بيرن علشان اكسب زبون، او ممكن انا معايا بادجت مش عايز ان انا انقص منها وعايز اوصل لعدد معين من الزباين. فالمكسب والخساره بتختلف من انهي نظاره انت لابسها. لو مكسب وخساره فلوس، فانت لازم تبقى عارف ان في بادجيتنج، ولازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها كاش فلو، تدفق نقدي. فالتدفق النقدي بتاعك على مدار مثلا 3 شهور انت حاطط ان انت تدخل سوق الدقي مثلا، بيع في الدقي. طيب عشان ابيع في الدقي، الكثافه السكانيه في الدقي قد ايه؟ مثلا مليون بني ادم. طيب المليون بني ادم اللي في الدقي دول انت وصلت لكام واحد منهم؟ عشان توصل لهم عايز تبيع بقد ايه؟ عايز معاك بادجت قد ايه تصرف على التسويق؟ معاك بادجت قد ايه تصنع المنتج بتاعك؟ معاك بادجت قد ايه ان انت توصل للناس؟ طيب صرفت قد ايه على اللي انت قلته، ووصلت لايه على اللي انت متوقعه؟ وهنا بيجي دور البروجكت مانجمنت، او اللي هي ايه، البروجكت كوست مانجمنت.
اللي هو انت من الاخر انت مخطط تصرف كام، مخطط تحقق ايه، ووصلت لايه في الاخر. تمام. فانت مكسب وخساره هي بتحددها على انهي نضاره. طيب اخر سؤال معانا في الفلوج وهو اوكي، اخر سؤال معانا في الفلوج: بتعمل ايه لما بتفشل؟ بقعد اعيط. يعني انت ممكن تبقى متوقع اي اجابه تانية غير دي، بس سيمبلي هو كده، بدي الزعل حقه وبقعد اعيط، ببقى زعلان جدا، ببقى محبط جدا. بس الفرق بيني وبين مروان بتاع زمان ان انا ما بقيتش اقع كتير، يعني بقع واقوم بسرعه، اقع واقوم بسرعه. هي الفكرة ان انت لو ما بتقعش مش هتعرف تعمل باونس، ولو ما بترجعش خطوتين او 4 خطوات. فهي حاجة مهمة جدا في الرحلة ان انت تفشل، حاجة مهمة جدا ان انت تخسر، حاجة مهمة جدا ان انت تمر بده. لان انت لو طول الوقت خايف من الفشل او من الخسارة مش هتاخد اي قرار منطقي، لان مفيش رهان في الدنيا مضمون، مفيش اي تجارة في الدنيا مضمونة، مفيش اي حاجة هتعملها في الدنيا مضمونة. مفيش ولا في مشروع مضمون، ولا في تجاره مضمونه، ولا في امازون مضمونه، ولا في بورصه مضمونه، ولا في مشروع مضمون 100% وارباحه 100% تمام حتى لو الزبون واقف على باب بيتك. مفيش حاجه مضمونه. فالفشل والخساره هي الدروس اللي انت بتتعلمها علشان تنجح، هي السلالم اللي انت بتمر بيها عشان تنجح. ودايما بقولها ان الابتلاء ما بيجيش علشان يتحداك، الابتلاء بيجي علشان يحركك. فمن غير الخساره لما وجد النجاح، من غير الفشل لما وجد النجاح، من غير العطش مش هتعرف معنى ان انت تشرب ميه وترتوي لحد الاخر. فلما بفشل وده بيبقى كتير، ولما بخسر وده بيبقى كتير، بقعد اعيط، ببقى زعلان جدا. بس سبحان الله، في ناس بتقول لك ان الفرص عددها محدود، يعني انت مثلا هيجي لك فرصه كبيره في حياتك مره واحده، ولكن لا، كل ما انت بتحاول كل ما هتلاقي فيه فرص. واوعى تندم على حاجه فاتت، ولا تندم على حاجه موجوده دلوقتي، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وما تبصش لغيرك. بس ساعتها هتعرف تتعامل مع الفشل اهدى شويه. ادي الزعل حقه، اوعى تحس ان انت لا انا ما ينفعش ازعل وانا مكمل وانا انسان آلي، لا، ادي الزعل حقه بس بعقل. فاهم؟ انت عارف الافيه اللي انا عايز اقوله بس بعقل. بس كده. شكرا ان انتوا وصلتوا لحد هنا. ولو الفلوج ده عجبكم او الاسئله دي عجبتكم، اعملوا شير لغيركم. ولو في حد مونتير شاطر يخرج لي رين من الفيديو ده، ممكن نشتغل سوا وينزله عنده ويعمل لي منشن وهبص عليه. وشكرا ان انتوا وصلتوا لحد هنا يا اخوانا. وشكرا ان احنا كوميونتي لذيذ بيتابع كل الفلوجز. وشكرا ان انت مستني اللي جاي. ولو عندك اي سؤال ما تترددش او تتكسف ان انت تبعت لي، لان انا برد على كل الاسئله، لو مش النهارده فبكره او بعده. شكرا ان انتوا وصلتوا لحد هنا. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله السبت. اشوفكم على خير. سلام. بابا